يا ترى لو خيروك بين الفلوس والصحاب هتختار انهي فيهم؟ صحابك اللي بتثق فيهم ثقة عمياء، ولا الفلوس اللي هتفرق وتدمر علاقتكم بالشك والخيانة وانعدام الثقة؟ بتبدأ قصتنا ببطلنا كاتاجيري يويتشي الشاب الفقير، وهو بيجمع فلوس عشان يطلع رحلة مدرسية مع شلة صحابه اللي بيحبهم وبيقدرهم جدا. شلته مكونة من بنتين اسمهم يوتوري كوكوريجي وشيهو ساواراجي، وكمان ولدين اسمهم ماكوتو شيبي وتينجي ميكاسا. بيصدمهم مدرس الفصل وبيقول لهم ان ال 2 مليون ين اللي جمعوهم للرحلة اتسرقوا، وبيجي ناس بيكهربوهم بالصاعق، بيغمى عليهم واحد واحد، وبيحلم يويتشي بواحد بيقول له ان اهم حاجة في العالم هي الفلوس، وبعدها واحدة في المستشفى بتقول له ان الاصحاب اهم بكتير من الفلوس. بيفوقوا كلهم من الغيبوبة، بيلاقوا نفسهم في أوضة مقفولة وبتدخل عليهم دمية ضخمة. الدمية دي اسمها منابو، وكانت في انمي بيتعرض للاطفال زمان وتوقف لانه بيحرضهم على العنف. بيقول لهم منابو انهم هيلعبوا لعبة الاصدقاء، وكل لعبة هيخلصوها هيكسبوا 2 مليون ين، ولازم يلعبوا لحد ما يسددوا دين ال 20 مليون ين اللي عليهم. شيبي الفرفور اللي بيستحمى بفلوس، ولا شيهو الحرباية، ولا تنجي اللي مش سالك، ولا يوتيري المريبة؟ الفلوس اهم ولا اصحابك؟ بيرد يويتشي الصحاب اهم طبعا. بيبداوا مع بعضهم اول لعبة، وبيديهم منابو بطاقات لاساميهم مكتوب عليها من ورا رقم الدين بتاعهم، ولازم ان هم يخبوا الرقم من بعض، ولو حد طلب يعرف ديونك قد ايه ما تخليهوش يشوف الرقم، والا دينك هيبقى الضعف. ولكن تقدر تقول الرقم بلسانك عادي، بمعنى ان الخيار ليكم تكذبوا او لا لو اتسالتم. اللعبه بمنتهى البساطه بتكون ان كل واحد فيهم هيقرا سؤال